يا أبا بكر، هذا وفد غطفان وأسد وعبس وذبيان وبكر، قد خلفنا أقوامنا وراءنا وأتيناك برأي رأيناه وعزمنا عليه، فلعلك تستمع إليه وترضى به، فنرجو عنكم بخير لنا ولكم. إنا لم نترك الإسلام كما تركه آخرون، ولكن أحق بأموالنا نصنع بها ما نشاء. وقد أدينا الزكاة وقدمنا الصدقات إلى رسول الله ما كان فينا، فالآن لا نؤديها لك أو لغيرك. وقد أحببنا أن نؤذن لك بهذا حتى تكون على بينة، فاصرف عنا عمال صدقاتك لا نراهم في منازلنا، فانظر رأيك. أتمنعونني ما كنتم تؤدون لرسول الله؟ وبأي حجة ظاهرة؟ وكيف أكون خليفة رسول الله إن لم أخلفه على صدقات المسلمين، وهي حق الله في أموال الناس؟ وهل تغير شيء في دين الله بانقضاء أجل رسول الله والله حي لا يموت؟ ولئن رضينا منكم أن تفرقوا بين الصلاة والزكاة فكأننا رضينا أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعض، وإن عرى الإسلام حبل واحد، فإن قطتم عروة منه فلا يلبث أن تنفرط عراه الأخرى. ثم إنه قد غدا اليوم للإسلام حكم وجماعة ودولة وأمة، وهذا الذي تصنعون خروجا وانتقاد وعصيان. إن سكتنا عنه فلا يبقى للإسلام حكم ولا جماعة ولا نظام. لا والذي بعث محمدا بالحق، بل تؤدون الزكاة وتسوقون الصدقات كما صنعتم مع رسول الله، لا ينقص منها شيء. هل وعيتم؟ عودوا إلى رحالكم. يا خليفة رسول الله، ألا تراجع الرأي في هؤلاء القوم قبل أن يصلوا إلى جماعتهم؟ بلى يا أبا بكر، إن الأرض قد زلزلت بالردة فما يطاق تثبيتها. اليمن وحضرموت وأقوام من تميم والبحرين وسواهم، وأولئك تركوا الإسلام على الجملة وديارهم بعيدة عنا. أما هؤلاء الذين أوفدوا إليك فلم يخرجوا من الإسلام، وإن منعوا الزكاة فاللين أولى، حتى ندفع الكبير بالصغير وحتى لا يجتمع علينا الناس جملة واحدة. ويحكم ما تقولون، أبعد أن سمعتم ما قلته لهم؟ قد سمعنا، فاسمع الآن منا. هؤلاء قوم ديارهم قريبة من المدينة، وقد علمنا أنهم قد خرجوا بجمعهم، ونحن الآن في قلة، وقد خرج أسامة ببعثه، فلو تألفت هؤلاء القوم ورفقت بهم كفينا شرهم، وفرغنا ندبر لمن هم أعظم كفرا وأبعد دارا، حتى يرجع جند أسامة فنقوى بهم. ما بك يا ابن الخطاب؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ كيف تقاتل هؤلاء ولم يخرجوا من الإسلام كغيرهم؟ وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله. إلا بحقه يا عمر، إلا بحقه. وإن الزكاة حق المال، فوالله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ووالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم على منعه. وإني لأقاتلهم على الطاعة والجماعة، وألا تكون فتنة تذهب معها ريح الإسلام، وهو ما يزال غضا ويختل نظام المسلمين. ولئن تراخيت مع هؤلاء ليطمعن الآخرون، فإن قهرناهم ارتدع كثير غيرهم. لقد أجرى الله الحق على لسانك يا أبا بكر، فامض إلى ما تريد ونحن معك.